ده التشارت اللي كل الناس بتتكلم عنه. البيتكوين أخيرا عدى $100,000 لأول مرة في تاريخه. طب إيه السبب وليه ده حصل؟ أولا الانستتيوشنال انفسترز، او نقدر نقول كده يعني الشركات والمستثمرين الكبار، بيضخوا فلوس كتير قوي في الكريبتو وخصوصا في البيتكوين. شفنا السنه دي لما شركات زي بلاك روك وفيديليتي اطلقوا البيتكوين ETFs وتم ضخ مليارات في السوق، حوالي $12 مليار في 2024 لوحدها. ثانيا تبني العملات الرقمية بيزيد كل يوم، حاليا في أكتر من 420 مليون بني آدم عندهم عملات رقمية. أنت متخيل الرقم؟ تقريبا ده ضعف الرقم من سنتين بس. وأخيرا بقى السبلاي بتاع البيتكوين ليه عدد ثابت مش هيزيد عنه، وكلنا عارفين إن أي حاجة كميتها محدودة تمنها بيزيد. البيتكوين ليه حد أقصى من الإنتاج هو 21 مليون بيتكوين، اخذا في الاعتبار ان في حوالي 4 مليون بيتكوين مفقودين في محافظ او والتس ضاعت من صحابها. ده معناه ان السبلاي اقل كمان من ال 21 مليون بيتكوين، يعني طلب بيزيد كل يوم والمعروض بيقل كل يوم. سؤال $1,000,000، هل ممكن البيتكوين يوصل ل $200,000 في البول ران دي؟ المحللين متوقعين تصحيح او كوركشن يعني يكون بحوالي من 15 ل 30% قبل ما نتكلم في $200,000. يا ترى بقى انت ركبت الموجة ولا مستني لما ينزل، ولا ايه خطتك بالظبط في اللي بيحصل ده؟